اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. فيديو غادي نشوفوا فيه الاداء المتميز لبلال خنوس مع الفريق ديالو الجديد ويست هام، وكذلك المدرب الجديد نستر روي اللي اعطاه الثقه الكامله واعطاه الرسميه في هذه المقابله اللي فعلا كان اهل لها، واستطاع ان بلال خنوس يدير مقابله كبيره ومباراه ممتعه جدا. استطاع يحصل على احسن تنقيط اللي هو 9.2، قدم اسيست للصديق ديالو جيمي فاردي في الدقيقه الثانيه من عمر المباراه، مجرد يعني ما بدات المباراه اسيست ممتاز كان في الشباك الخصم. وكذلك في الدقيقه 60 استطاع بلال خنوس انه يسجل الهدف ديالو الثاني في هذه المباراه. مباراه كبيره قام بها بلال خنوس. للاسف الشديد خرج مصاب من هذه المباراه. كنتمنى ان الاصابه ديالو ما تكونش يعني اصابه صعيبه. نتمنى انكم ديروا لنا لايك، تدعمونا بالاشتراك كذلك في القناه، وتشاركونا في الكومنتات وتقولوا لنا الراي ديالكم في بلال الخنوس. فرجه ممتعه وتسنوني في اخر الفيديو. هذا مساء وفريق ويست هام امامنا هنا في اولى لقاءات هذه الاسبوع. عادي امامنا فيردي وهدف اول، ولكن رايه وتسلل جيمي فاردي امامنا. النهارده بيعود اديسون الفاريز وهدف جيمي فاردي، هدف لجيمي فاردي. 141 هدف في البريمير ليج. اي بدايه واي انطلاقه امامنا هنا من جانب فاردي. هدف التقدم في الدقيقه الثانيه، بدايه مثاليه للنجم الكبير طبعا الهولندي. ادي امامنا انطلاقه فيكتور كريستيانسن، تمريره ممكن انفراد مره ثانيه. فاردي في الشباك من الخارج. سهوله الاقتحامات لدفاعات طبعا نستر روي دفاعيا، عرضيه قدوس. ادي محمد قدوس اللاعب الدولي الغاني. مباراه باديه حلوه قوي، مباراه باديه بدايه مثاليه وبدايه رائعه الحقيقه من خلال الفوره. يعني حقق فوز، وان كان ليستر فاز في اخر لقاءين. وكره ترتد وفرصه التعادل. داني انجس امامنا، كره راسيه ترتطم في القائم. فرصه كبيره هجمه عن طريق اللاعب بونانوتي. ادي انطلاقات بونانوتي على طول التحضير، الكرات العاليه، لكن امام الهامرز، امام الشواكيش، امام الايرونز، امام الحديد. وتيلمس طبعا امام تشيلسي في نهائي شهير، وايضا من الفرق اللي كانت توجتين. بص بلال الخنوس اللي صنع الهدف، لعيب بلال الخنوس جاي من نادي خنك، جاي من بلجيكا، ومرتدات سريعه. بونانوتي الى ماكيتين يا راجل، طمع ولكن فابيانسكي، لكن عامل كاسي ماكيتين الايرلندي جات له فرص واستغلها وتفوق على ليستر 4. حصار مستمر، تحولات السريعه هنا عن طريق بونانوتي، والمره دي الاستلام سولير بالقدم الشمال، ولكن مره ثانيه هيرمانسن ترجع الى سوتشيك. الكره خرج داني هنجز طبعا، لانه اول مره يبدا اساسي هذا الموسم بعد 7 لقاءات بديل. فار طبعا كان فيها شك، ولكن طبعا الفار اكد صحه هدف فاردي. ادي قدوس يضيع التعادل. قدوس جوردن ايون، تحرك جديد امامنا هنا من جانب قدوس. فرصه سوتشيك. شوف فريق نادي ويست هام امامنا اهو في ضغط كبير امام اللاعب. ادي بونانوتي يرجع على طول الى جيمس جاستن، كره عاليه سوفال برضه نجم من نجوم الشوط الاول. بلال الخنوس امامنا هنا في انطلاقه في هذه اللقطه، ودخل سمرفيل لاعب طول الكره الركنيه من كارلوس سولير. محمد قدوس مهاري جدا على فكره من يعني. كان هناك عوده للفار في شك، كان تسلل على فاردي، لكن شفنا قدم مافروبانو. طبعا ويست هام اللي ضاغطين بقوه. كارلوس سولير الاسباني امامه مساحه، يفكر يسدد، ولكن ياخد ركله ركنيه. يفكر يسدد كارلوس سولير لاعب البي اس جي، لعب 63 لقاء مع باريس سان جيرمان، سجل 8 على مستوى الدوري. 50 لقاء سجل 5، سجل في تروا وماتس في الموسم الماضي. هو الاساس على فكره في كل اللقاءات السابقه. مره ثانيه هنا ماكيتين يا بلال، بلال الخنوس يسجل. بلال الخنوس يسجل اول اهدافه في البريمير ليج. روعه بونانوتي، المرتدات
التغييرات السريعة وبلال الخنوس في الدقيقة 61. يا ولد يا ولد، لعيب بلال الخنوس، لعيب امامنا نجم 20 عام امامنا. هنا ظهر في لقاء استون فيلا في اولى لقاءاته، وهنا فابيانسكي، لكن بوانوروتي وبلال الخنوس يا ولد عملها حلوة قوي، عملها فيل. بص هنا العناصر الموجودة في مشاركة الايطالي اللي من اصل برازيلي الدولي الايطالي ايمرسون في هذا الموسم. فازوا هذا الموسم زي ما قلت لحضراتكم على بورموس، اتعادلوا مع توتنهام وايفرتون لكن خسروا. وحش بلال خنوس، بص اللمسات يا جماعه بلال، بص بلال تمريرته الى مكاتير الثالث يضيع لكن حقيقه بلال الخنوس نجم من نجوم اللقاء، صانع هدف جيمي فاردي وصاحب الهدف الجميل من صناعه كاسي مكاتير. إن لم يكن موفق الحقيقه وياتي كان من دوس مؤقتا. ودي امامنا كره هدف، الهدف الثالث يضيع، ولوكاس فابيانسكي رائع يا فابيانسكي امامنا. كرة هدف في هذه اللقطة. بص امامنا الاعادة ثانية امامنا. كيف شفتوا بلال الخنوس كان ممتاز في هذه المباراة هذه، وكيقولنا حس على احسن تنقيط هو 9.2. وبطبيعة الحال المدرب ديالو الجديد اعطاه زعما الرسمية ودار فيه الثقة الكاملة. كنتمنوا له ان شاء الله الشفاء العاجل، وانه يبقى دائما في الرسمية مع الفريق ديالو ورجع بالسلامة ان شاء الله، كذلك مع المنتخب الوطني المغربي. وحد سعيد وموفق لجميع العناصر واللاعبين المغاربة في جميع الدوريات. كنتمنى منكم لايك والاشتراك في القناة، وتدعمونا طبعا الحال بالكومنتات. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو قادم.